هلو هلو على أحلى متابعين. هعمل النهاردة طاجن لحمة بالبطاطس ورز بشعرية. نبدأ بسم الله. ومعانا دي لحمة جملي جميلة جدا على فكرة يا جماعة. اللحمة الجملي جايباها ومقطعاها كده مكعبات. تمام. وده الصنم اللي بيبقى معاها أو بيبقى يعني زي نسبة دهون كده كويسة برضو، بتدي سمونية حلوة جدا في اللحم. ومعانا بطاطس متقطعة مكعبات، دول بطاطستين. ومعانا 3 بصلات كبار، ومعانا زيت وزبدة، ومعانا هنا معلقتين سكر وورق لورا وحبهان وقرنفل. نبدأ بسم الله كده مع بعض ونبدأ. هقطع البصلاية كده حلقات، هعملها في الكبة. الله يا جماعة، أحلى طاجن بطاطس باللحم، اللي هو يعني كباب حلة وبزود عليها بطاطس وكده. جميل جدا، لو جربتوه مش هتعملوا الا هو. هنا بقى حطيت البصل، هضربه بقى، مش هفرمه، انا هيبقى مقطع زي ما يكون مقطع صغير، لكن مش هخليه زي المبشور. هوريهولكوا دلوقتي اهو، شايفينه مقطع صغير كده عشان يدي تقل للصوص بتاع اللحم. وهنبدأ بقى. هنا معانا حلة سخنة، هحط فيها معلقة زبدة ومعلقتين 3 زيت. ونبدأ بقى ننزل البصل. الزبدة ساحت اهي، والحلة طبعا سخنة، مشغلة النار عليها. انزل البصل، هشوح بقى البصل كده تمام لحد ما ما بقى لونه بني. انا بعد ما البصل التاني دخل شوية في اللون، نزلت عليه بصلاية متقطعة تاني. وفي الوقت ده بقى كده وفي اللون ده هنزل بمعلقتين السكر. السكر بيديله كرملة وبيخلي طعمها حلو جدا. وهنا بدأت في الرز، حطيت زبدة وزيت برضو، وحطيت شعرية وبقلبها. وادي البصل معانا، هنزل بقى باللحمة. تمام، هنزل بالكمية كلها، بس هشيل لو فيها بقايا بقدونس او حاجة هشيلها. وهنا نزلت بالرز بعد ما الشعرية اتحمرت وخدت اللون الذهبي، وحطيت عليه شوية الملح وهقلبه. وادي اللحمة معانا، هنفضل بقى نقلب فيها. شايفين ده بقى لونها بعد ما استوت؟ ايه رأيكم؟ في الخطوة دي بقى هنزل بالبطاطس. شايفين؟ هنزل بطاطس واديها ايه بقى. هننزل بقى بالملح، خلاص هي استوت. هنزل بالملح وفلفل اسمر ومعلقة واحدة 7 بهارات. السبع البهارات بقى بيبقى فيها زر ورد وفيها قرنفل وفيها قرفة وفيها حبهان، بس انا نزلت بيها بعد ما استوت واللحمة اتشربت وكل حاجة. هغطي بقى عليها، يعني هسيبها بتاع 10 دقايق، مش اكتر من كده. شايفين بقى؟ ايه رأيكم؟ على فكرة انا حطيت لها قطاية مبشورة وفصين توم وقرن فلفل. معلش الجزء ده سامحوني بقى عليه، ما كانت غلطة يعني من الموبايل. وهي بتستوي، حطيت القطاية المبشورة وفصين توم وقرن فلفل. هنا بقى كده خلاص استوت بقى، هحطها في طاجن وهدخله الفرن. مش عايزة اقول لكم على الريحة، بجد مش عايزة اقول لكم على الريحة، رهيبة. بعد بقى ما الطاجن ما طلع من الفرن، حطيت لها فحمية. تمام، عشان تديها بقى الريحة الحلوة جدا والطعم الرائع. وغطيت عليها بسرعة. خلاص هنا بقى الفحمية خلاص اتطفت، هشيلها واحط لها بقى شوية بقدونس حلوين كده على الوش يدوها شكل.
مع الرز بالشعرية بقى، مش عايزة اقول لكم خطير. يا جماعة الأكلة دي طعمها حلو جدا، ومشكلة ان انا كنت نازل التمرين وما ينفعش اكل كتير، بس كلت كتير. اعملوا لايك وفولو، غصب عنه ما قدرش يقاوم. يا رب اعملوا بقى لايك يعجبكم. وفولو باي باي. وتابعونا.